السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بصراحة برضو استمرارا للكلام عن المستوى والانهيار الرهيب للنادي الأهلي رغم كل الإمكانيات اللي موجودة ورغم الصفوة ورغم كل اللي موجود من شخصيات عامة وشخصيات كروية وشخصيات يشار لها بالبنان، والأهلي اختياراته تكون بهذا السوء سواء لاعبين سواء مدربين. بصراحة دي علامة استفهام كبيرة جدًا، حتى أخطاء ما بيعملهاش نادي زي بيراميدز ولا نادي زي سيراميك كليوباترا، ما فيش إلا في الأهلي وحصريًا وغلطات بملايين ملايين. وأنا قُلت لولا القوة الاقتصادية للنادي الأهلي كان زمان الأهلي دلوقتي موقوف له قيد زي الإسماعيلي وزي الزمالك. غلطات وبندفع مديونيات بالملايين لأشباه لعيبة وأشباه مدربين، واستمرار الأخطاء وتكرار الأخطاء بشكل فج وغير مبرر، ولعيبة نجيبها بملايين نطلعها بملايين وندفع لهم فرق السعر زي رضا سليم، زي أشرف داري اللي هنمشيه، زي أحمد رضا، زي كتير قوي. ولعيبة حتى بتكون كويسة ونتخلى عنها ونجيب لعيبة أسوأ منها، زي الفضيحة بتاعة اللاعب اللي اسمه كاموش، زي المدرب اللي هو بتاع الدنمارك اللي هو يستروب اللي بيتكلم في المؤتمرات الصحفية كأنه خبير مفرقعات ومن عالم تاني، يقول لك ما تيجوا تدربوا انتوا بما معناه يعني، وعامل فيها ان هو النجم والاسطوره التي لم يجد بها الكره المصريه قبل كده، مع ان هو حكايته على الله ورايح في داهيه وبيوظف اللعيبه غلط ومش شايف اللعيبه اللي بتأنن واللي بتلعب نفسها زي امام عاشور وزي زيزو وزي الاخ تريزيجيه. بقى عندنا حاله في النادي الاهلي وضياع، انقسام في اوضه اللبس، غيره من لعيبه قول زي ما انت عايز تقول، قول عملته عفريت. اسوأ صفقات جت للاهلي ودمرت غرفه ملابس زيزو وتريزيجيه والاخ امام عاشور. هل انت شفت هالاند او شفت مبابي اللي هم اعظم لعيبه في العالم كل يوم ليهم على الميديا ان جاي له عرض بقد كده وجاي يلعب ازاي لعيب زي كده وتسمعه ازاي بالقرف دوت وادم وطني وغير ادم وطني؟ يلعب ازاي لعيب اناني ولعيب مغرور ولعيب متعجرف ولعيب مادي وقالب لك الدنيا وقالب لك اوضه اللبس؟ امشي مشوه ويمشي فورا. الاخ امام عاشور، بكره الصيغه والشكل دوت. انتوا بتدمروا اوضه اللبس. لعيب شايفين لعيب زي زيزو كل كره تجيله او تريزيجيه او بتاع، لعيب عندها رعونه وكل كره عايز اثبت ان انا استاهل ال 100 مليون في السنه، فاجري واخبط واحفر اللي عايز العب جماعي وبوقع الريتم. ولو بصى تبصيه نقعد نطبل له الميديا الاهلاويه. فانتوا اللي عملتوا المنتج، انتوا اللي خلقتوا العفريت دوت، وانتوا اللي عملتوا العفريت دوت، سواء مجلس اداره او سواء المدربين اللي هي دون المستوى اللي انتوا جبتوها او صفقاتكم الفاشله. جبتوا لعيبه كتير قوي وفلوس كتير قوي، 40 مليون سكواد بيتمسح بينا الارض من اي فريق. الدفاع بقى شوربه. بتحافظوا على لعيب وبتدوا لعيب زي محمد الشناوي مهما كان قدره، كان قبل كده كان تاريخه خلص، خد فلوس وخد ملايين وخلصت الحكايه. تدوا له يبقى اهم من الاهلي نخسر بطولات لمده سنتين عشان لعيب خرم زي دوت بتعدي منه ثلاجه لو دخل شط عليه لعيب كل ماتش ليه كوارث، ومصرين برضو تعمل لي سياسه تدوير وتدوا احمد مصطفى شوبير. انا لما كان مصطفى شوبير والله لا اسيب النادي دوت وادور على مصلحتي بره، لان قمه الظلم وقمه العور ان انا اسيب واحد زي محمد الشناوي دوت، اسوأ حارس مرمى لو بيلعب في نادي في المنتصف وبيخش وبتيجي عليه هجمات زي انديه الدوري في المنتصف، مش هقول في القاع، ها كان هينزلهم درجه تانية لان كانت هتبقى فضايح بجلاجل وهيتغلب النادي سكور. انتوا ليه بتعملوا كده في الاهلي؟ ببص كده ليه لعيبه الزمالك يعني ما بتاخدش فلوس وعقودها يعني مش عارف ايه والنادي ما فيهوش فلوس والدنيا سيئه جدا وايقاف قيد للمره ال 11 والدنيا صعبة عليهم، وناشئين ولاعيبة كبيرة في السن زي عبد الله السعيد وغيره اللي عندهم بيلعبوا بيه، ومع ذلك اللعيبة نازلة بتقاتل. احنا عندنا لعيبة بقت نفسنا وضغينة وعوجان. لما لاعب ما يسواش زي احمد كوكا كده بيتعوج عليكوا، لا انا مش هجدد الا بمبلغ معين. الاخ مروان عطية، لا مش هجدد إلا لما مبلغ معين. ما انتوا السبب، انتوا اللي خلينا نطلع فري دوت، مش بتدوا ناس بال 100 مليون و 150 مليون فتفتح عليك باب جهنم. هذا غير مقبول. ببص كده البيراميدز، انا ما شفتش صفقه البيراميدز بصراحه. جايبين جابوا لعيب فضايح زي اللعيبه اللي انتوا بتجيبوها دوت. يعني ببص ممدوح عيد ده كان مشجع للاهلي درجه ثالثه، واه وكان شغال في السكاوتنج وبتاع، بس مش السوبر ستار. راجل عامل ابداعات في بيراميدز. هاني سعيد كان لاعب في الاهلي، كان لاعب عادي اداري عادي، ها سوبر ستار وهو من خلفيه الاهلي. يعني مش الناس اللي هي الصفوه. ناجي جده كان لعيب في الاهلي انما ما كانش سوبر ستار في الاداره. ليه الناس ديت عامله الشغل دوت في انديه منافسه واحنا عندنا الكريزه بتاعت الكره المصريه، والكابتن كان مختار والكابتن مش عارف اللي هو ال-
زكريا ناصف وغيرهم، ها، ومحسن صالح وغيرهم، ونجوم واباطره، وفي الاخر النتيجه بلح يتمخض الاسد ليلد فأرا. في عندنا مشكله كبيره، وانا بنصح بقى مجلس الاداره بكل الاباطره بكل العظماء: اناف از اناف، كتر خيركم، عملتوا تاريخ كبير قوي، انما ده بقى فيل داون. الاهلي بقى عنده فضايح بصراحه، ويسال مجلس الاداره على اللي احنا وصلنا له. حتى كابتن سيد الحفيظ كان الناس متوسمه خير، طلع المواضيع كل سنه وانت طيب، قاعد جنب اخواته عشان ما يكسروش. احنا بنضحك على نفسنا وبعدين نقول ال- الحكم ومش الحكم. الحكم ماله مال ان انا عندي رعونه وعندي لعيبه زي تريزيجيه يجي له 5 كور وكل كره يمسك لي دماغه ويمسك له مناخيره، حاجه تقرف. ها، الاخ زيزو يبقى في اخر كوره بدل ما يرفعها في الدقيقه 10 في الوقت بدل الضايع، بدل ما يرفعها في 18 عشان يعمل اللقطه يعني، ما يروح شاطها لنا في السماء عشان خاطر عايز يجيب هو جون، وحاجه تقرف. الاخ امام عاشور حتى وهو واقع وميت اكلينيكيا، لا عارف يباصي ولا عارف يجري ولا عارف يتنيل، وبطيء، والكره بتتاخد منه كل كره ياخدها ومصر يمشي بيها، ما حدش يتكلم وما حدش غير. مال الحكم. خلينا واقعيين بقى. الاهلي وحش، الاهلي وحش جدا، الاهلي ضايع، الاهلي ضايع جدا، ويوصل في هذا الكلام مجلس اداره.